أنا اللي شفت الهوايل، أنا اللي كنت جوه الجحيم برجلي، أنا مايكي، ودي حكايتي مع ذا ديفايد. كل حاجة بدأت في لحظة. القنبلة نزلت، المدينة كلها اتكسرت، النور قطع، والصرخات ماليه المكان. أنا جريت، ما كنتش عارف أروح فين، لحد ما لقيت باب واحد مفتوح تحت في الأبو. 9 منا نزلنا الجحيم من غير ما نعرف. البناية اتهدت فوقينا، مفيش إشارة، مفيش أكل، مفيش أمل، بس في ناس. الناس اللي كنت مفكرهم هيساعدونا اتغيروا. الخوف بدأ، والجنون دخل علينا حتة حتة. كان في أم ماسكة بنتها ومش طايقة تسيبها، راجل كبير شايل أسرار الدنيا كلها، شباب شكله طيب، بس الوشوش بتتبدل تحت الضغط. واحد بالذات كان مستني الفرصة عشان يورينا وشه الحقيقي. الأبو بقى زنزانة، وكل واحد فينا بقى عدو للتاني. أنا شفت الناس بتاكل بعض حرفيا، شفت الوشوش وهي بتتغير، والإنسانية وهي بتتقشر. أنا بقيت مش عارف أنا لسه بني آدم ولا بقيت واحد منهم. بس الحقيقة، الجحيم مش اللي فوق، الجحيم هو اللي جوانا. أنا حاولت أهرب، حاولت أفضل عاقل، بس لما تكون محبوس مع ناس بتموت جواك كل يوم، بتتغير، بتتحول، أو بتنهار. وعشان تعرفوا النهاية وتشوفوا أنا وصلت لإيه، تابعوا فيلم ذا ديفايد حصرياً على قنواتي تي في، من غير فواصل، من غير إعلانات، وبجودة تحسسك إنك جوه الأبو معانا. استعد، لأنك لما تنزل معانا تحت مفيش رجوع.